مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اليوم راح نحضر صينية الدجاج بالخضروات. أول شي نبدي بالتتبيلة. خلي خاشوقتين معجون طماطة، خاشوقة ملح، خاشوقة زعتر، فلفل أسود وبصل مطحون، كركم، ثوم مطحون، رشة لمندوزي ودبس الرمان. نخلط المكونات جميعا خلطة زينة محترمة. نضيف لهذه المكونات نص كوب خل، أي خل أبيض، خل تفاح، المهم خل. بعدها نضيف 3 فصوص ثوم وشرائح من الليمون. بعد ما قلبنا المكونات جيدا راح نضيف لها أفخاذ الدجاج، ونحاول ندخل التتبيلة بكل فخذ من الدجاج. ندلك التتبيلة كل زين. بعدها هنا راح نحضر صينية الخضروات اللي تتكون من بصل مقطع شرائح أو مكعبات حسب اللي تحبوه انتو، جزر أيضا وبوتيتة مع شرائح ليمون ورشة ملح. تتقلب المكونات كل زين. هاي بالنسبة للخضروات. بعد ما قلبناها كل زين راح نضيف إلها أفخاذ الدجاج وكل التتبيلة. أيضا ضفنا أفخاذ الدجاج وضفنا التتبيلة اللي باقية كليتها. بعدها نضيف ملعقتين من السمن أو زيت، أنا أفضل السمن، وندخلها للفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. آخر ربع ساعة نكشفها من فوق. لا تنسونا بالتعليق الحلو واللايك.